السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ بصوا، انا هنا كنت جايبة بتنجان وفلفل وكوسة. هقورهم عشان خاطر اعمل محشي. بصوا، القرن دون كده كان مشطشط كده شوية، فانا قلت هحط قرن واحد بس كده يدي طعم كده ايه في المحشي. هنا طبعا ايه فرشت الكيسه دي عشان ايه انزل عليها يعني هي التقوير كله، عشان ايه ما بوسخش الدنيا. بصوا، معاكي طريقتين للفلفل ممكن تعمليه كده وبتقوريه وبيبقى ايه في القرن زي ما هو، ومعاكي طريقه تانية اللي انت تقطعيه كده بالسكينه. ماشي، وبرضو بتقوريه الحته دي بقى ما ترميهاش، يعني خساره، يعني انتوا شايفين الغلا اللي احنا فيه. بصوا، احنا بروح جايه مقوره كده الفلفل، وبيبقى الفلفل كده ايه جميل معايا من جوه، ودي بقى ايه بخليها لو انا عايزه اغطي بيها الفلفل تمام مفيش مشكله. مثلا مش عايزه خلاص بستخدمها بقى ايه بحطها كده في الحله، بحطها في الدقه، بتبقى بصراحه جميله وما برميهاش خساره. بصوا، انا هنا كده كنت خلصت كميه التقوير اللي انا ايه بعملها. فانا طبعا ايه عبيتها كده في الكيسه. بصوا، انا يعني انت لما تقوري الحاجه حطيها في كيسه وعينها في التلاجة، ممكن تقعد معاكي يوم اتنين تلاته مفيش اي مشكله خالص، الحاجه ما بتبص منك. ماشي، انا هنا كده كنت قورتها وايه وعينتها في التلاجة، ما رضيتش اغسلها لما ايه ما اجهز بقى الحاجه بتاعتها كلها. هنا بقى ايه جبت حله كده بقى على النار. ماشي، وايه جبت بقى كنت مجهزه زيت ومجهزه معايا السمنه. بصوا، هعمل هنا بقى ايه خلطة المحشي، التخديعة او التسبيكة بتاعت المحشي حسب بقى ما انتوا بتقولوا عليها. هنا كده انا حطيت الزيت وحطيت حتة سمنة صغيرة، ما بحبش احط سمنة بصراحة في المحشي. هنا بقى البصلة كالعادة. الناس اللي بيقولوا انتي بتقطعيها كده اللي هي موزيزو، انا دي يعني دي طريقة سريعة يا جماعة على طول. ماشي، بتقطعيها كده وانتي واقفة بسرعة، ما بتاخدش معاكي حاجة. بصوا كده يا جماعه، انا يعني ايه عايزاكم كده تتفرجوا على الفيديو وتعملوا لي لايك، وما تنسوش يا جماعه اللي ما اشتركش في القناه يشترك. دوسي على كلمه اشتراك ودوسي على علامه الجرس واختاري الكل عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. وطبعا القناه مش هتكبر الا بيكم. دون بقى ايه جزر مبشور، وده فلفل الوان احمر واصفر، وهنا دقه توم، قرن فلفل على فصين توم. هنا بقى ايه انا حطيت البصله كده. بصي، بتحطي بصل كتير كده في دقه تسبيكه المحشي. تسبيكه المحشي بصراحه هي ايه يعني ايه، بصي هي كلها بصل وجزر، حاجات كده مفيده. ماشي، ما فيش حاجه اسمها بقى ايه طماطم وبصلايه ولا طماطم وزيت وخلاص، لا، دلوقتي احط فيها كل حاجه. انا هنا كده بقى نزلت بالجزر ونزلت كده بالفلفل وبيتشوحوا كده ايه مع البصله. بسيبهم بقى ايه يتشوحوا كده وبيدوا لون كده حلو. لو عايزه تحطي البهارات بتاعتك عليها على البصله والفلفل حطي. مش عايزه بعد ما انت الطماطم بتغلي معاكي برضو مفيش اي مشكله خالص، يعني كل حاجه متاحه ليكي. هنا بقى ايه كنت عملت بقى ايه عصير طماطم، ضربت شفشق طماطم. بصوا بصراحه ريحتها جميله، يعني مجرد بس انا حطيت كده على التشويحه كده بس كانت ريحتها بسم الله الله اكبر عليها جميله. بصوا هنا هنقولها بقى على العين التانية. وهجيب بقى ايه الحله التانية ايه بتاعت الفراخ. هنا حطيت بقى ايه حته سمنه كده في الحله، وكنت طبعا ايه غسلت الفراخ. انا عملت طريقة غسل الفراخ ونقع الفراخ. بتغسليها طبعا بخل وملح ودقيق وليمون. بصي هنا بقى ايه انا حطيت السمنة ونزلت كده ايه بالفراخ، خليتها بقى ايه تاخد صدمة كده وتتشوح كده معايا. بصراحة انا بصوا انا لو تلاحظوا كده ان انا سبت ايه سبت حاجات كده في الصفاية، انا ما كنتش هكمل بس ايه جالي يعني ضيوف وكده، الحمد لله ان هم جم وانا لسه بعمل بقى ايه في الاكل. فقلت لا الحمد لله، رحت جايه بقى ايه كملت الاكل كده على طول. بصي بقى بتحطي هنا ايه كده بصل، بتحطي طماطم، بتحطي جزر، اي حاجه بتحطيها. وبتحطي بقى فلفل اسمر واللوري والحبهان وبهارات الفراخ، وبتحطي ملح ابيض. بصوا كل الحاجات دي بتحطيها على الفراخ وهي بتتشوح كده، الطماطم والجزر والبصل بيبقى بسم الله ما شاء الله عليها ريحتها جميلة جدا. هي مجرد ما اخدت صدمة بس كده ونزلت عليها بكل محتويات طبيخ الفراخ، بصراحة كانت ريحتها رهيبة رهيبة رهيبة. بسم الله الله اكبر عليها. هنا بقى كنت مشغلة الكاتل ايه، رحت جايبه نزلت كده بالمية السخنة على الفراخ. ريحتها بصراحه كانت جميله. وهنا بقى المرقه وبهارات فراخ وملح ابيض، وحطيته كده بقى ايه على التخديعه بتاعه المحشي. بصوا كانت منظرها كده جميل. تعالوا بقى ما اوريكم ايه غسيل
غسيل التقوير اللي انا قورته. بصي ما تستهونيش بغسيل تقولي مثلا الحاجه، لا، حطي ملح وخل، ولو في ليمونه. انا بصراحه ما كانش معايا عندي ليمون. بصي بقى، وبتحطي بقى كده ايه الحاجه فيها وبتغسليها. طبعا الفرشه دي انا كنت كلمتكم عليها يوم السمك، قلت لكم انا عندي برضو فرشه في للفراخ، وعندي فرشه بغسل بيها البتنجان والكوسه والفلفل، حاجات التقوير يعني، والجزر. كل الحاجات دي بعد ما انت بتبشريها تمشي عليها المبشره بيبقى فيها كده ايه بواقي صغيره. طب انت ليه تسيبيها؟ لا، بصي الملح بقى والخل والميه، بصي بيطلعوا لك يعني الحاجه وبيخلوها جميله. انا هوريكم شكل الميه دلوقتي عامل ازاي. بصوا البتنجان برضو بسم الله ما شاء الله عليه. وهنا بقى ايه دوبت كده الحاجه فيها، مسكت بقى الكوسه. انا مش مركزه يا جماعه بصراحه، تعبت قوي النهارده. بصوا بقى الفرشه بيطلع فيها كل حاجه، كل حاجه بتطلع كده من الكوسه. بصوا هنا رجعت بقى ايه، رحت جايه سبتهم كده، قلت اسيبهم ايه 10 دقايق. بتسيبيهم 10 دقايق وترجعي بقى ايه تغسليهم كويس. بصوا بقى شكل الميه بتطلع اي حاجه منها. بعد كده بقى ايه شطفتهم، غسلتهم ايه غسله تمام، ورصيتهم بقى كده ايه في الصفايه كده. بقى ايه جيت بقى هنا القعده بقى المفضله هنا بقى ايه وانا بروق الفريزر، لقيت كيسه كده فيها يعني كام كيسه بصراحه فيها ورق عنب. انا ما كنتش مخزناه، انا من النوع اللي ايه بحشي اتبقت مثلا شويه ورق عنب، اتبقى كرنب، اي حاجه في كيس التخزين وفي الفريزر على طول. ايه اللي يخليني ارميها؟ بصوا يعني الكيس الابيض ينفع في اليوم الاسود زي ما بيقولوا. الكيس دي يعني بصوا انا كنت لميت بقى كام كيس كده، وطبعا كوبايه الشاي. قلت لا ما ينفعش. ابو زيزو بقى كان صحي وقعد بقى قصادي كده، وقاعد هو كوبايه شاي وانا كوبايه شاي، قعدنا نرزف بعض شويه لحد ما ايه مشويه المحشي خلصوا. التخديعه اللي انا بقى سبتها دي اتبقت ليه بقى؟ انا سبت شويه علشان خاطر بزود عليها الشوربه وبسقي بيها المحشي. احنا بنقول عليه القعد بتاع المحشي. اهي بقى الحله هي بسم الله ما شاء الله بتبرق 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 يا بنتي يا ام زيزو. هنا بقى ايه اوريكي بقى حشيه الكوسه. بصوا بقى انا هنا شلت الحله وحطيت الغطا بتاع الحله. الكوسه ما بتحشيهاش كلها، الكوسه بتحشيها 3/4 وبتسيب الربع اللي فوق ده كده. بصوا اهي بعلم لكم، بقول لكم الربع اللي فوق ده بتسيبيه، لان لما بتستوي بتروح ايه الرز طالع لفوق كده فيها. وريحه المحشي كانت جميله جدا. نسيت اقول لكم على الدقه. بصوا هي كده كانت الحله خلصت. الدقه بقى اللي انا عملتها بتحطيها على شويه زيت كده وتحمريها مع معلقه كزبره، وتروحي جايه حطها على الرز، بتبقى ايه بتدي ريحه كده جميله. بصوا بقى عندي كام قرن فلفل، رحت جايه حطاهم من على الوش، ويا جماعه استووا، كان بسم الله ما شاء الله عليه جميل جدا. بصوا كده كانت حله المحشي بقى خلصت. وجينا بقى ايه لورق العنب. بصراحه العشق ورق العنب ده العشق. خلصته كده وهبدا بقى ايه في ورق العنب. انا بصراحه ما يعني ما حشيتش كتير، هي كانت حله صغيره خالص وحشيتها. حتى احنا يعني ساعه الاكل ما قدمتهاش بصراحه، لاني ايه ما كنت لسه بقى ايه انا سويت اهم حاجه عندي حاجات التقوير، حطيتها على البوتاجاز تستوي، وقلت مع ما اخلص دي عشان ولادي والدرس كان عندهم دروس النهارده، وكنت ايه حابه ان انا انجز بسرعه كده. بقى ايه هحشيه كده على طول، وهروح جايه رصاهم في الحله الصغيره اللي هي كانت مكان التخديعه. وهنا بقى كان الاكل معايا استوى. ده كان المحشي، والفراخ كنت حمرتها في الفرن، ما حمرتهاش يعني في سمن او في زيت، انا يا دوب حطيتها كده بس اخدت لون تحت الشوايه. وهي الكوسه بسم الله ما شاء الله عليها جميله. وكنت حاطه شوربه. الاكل النهارده كان يعني سهل وما خدش معايا وقت على طول. بسم الله ما شاء الله، والفراخ كانت مستويه كده وجميله ودايبه وحلوه. بصوا هنا بقى ايه بعد الغدا كان عندي بقى ايه 3 صوابع موز باقيين، وعندي شويه الفراوله دول فهرميهم، لا مرمهمش. جبت الطباق، هتعملي ايه ام الزيت وهوريكم هعمل ايه. وجبت طبعا الشفشه وحطيت فيه السكر، ونضفت بقى الفراوله وغسلتها، ومسكت بقى الطباق فردتها، وقطعت بقى ايه فيها إيه موز كده. قطعت فيها، مسكت صباع فتحته وقطعته فيها، ورحت بقى رجعت قطعت فراوله وقطعت موز برضو. وهنا حطيت الفراوله واتبقى صباع موز من التلاتة، ورحت جايه ايه حطاه كده على الفراوله. وحطيت بقى شويه ميه، ما بحطش ميه كتير عشان تطلع تقيله كده وحلوه. بصوا هنا بقى ونزلت كده بقى طبعا مسكره كده الفراوله وجميله. نزلت كده على الطباق، عملت 7 طباق. بسم الله ما شاء الله عليهم، كان في منتهى الجمال. ما تنسونيش بقى يا جماعة يعني تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وقولوا لي ايه رأيكم في الروتين بتاعي النهاردة. وانا ما بزعلش على اي تعليقات، انا راضية باي تعليق انتوا بتكتبوه، برد على تعليقاتكم.
وربنا يحسن ما بين ايديكم. وما تنسوش كده يا جماعة تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ومتابعة واشتركوا في القناة، وربنا يحسن ما بين ايديكم. سلام عليكم.